السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لو اول مرة تشوفوني حطولي لايك واشتركوا في القناة. النهاردة معانا بطلبة الكومنتات اللي جالي عايزين بصارة 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 يا ام عمرو. قلت لهم خلاص هنقوم نعمل بصارة وبتنجال وهنعمل حاجة حلوة، بس شجعوني بقى باللايك عشان يوصل لكم مني كل جديد، وما تنسوش تشتركوا. دلوقتي معانا بصلاية حلوة اهيت، نخرطها كده مع بعضينا. بصلايه وقرن فلفل من نصين، ومعانا حزمه خضره، انا بقى هعمل البصاره على طريقه جديده ومحدش يعيب عليها. شوف الطريقه ديت، الصعايده هم بس اللي يعرفوا الطريقه بتاعه البصاره دي. هعملها بطريقه جديده، وكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الطريقه ايه الجديده اللي انا هعملها بيها. بس يا رب تعجبكم، وحشتوني وحشتوني. واللي بعتت لي في الكومنتات انا بشكرها على الكومنت اللي بعتته لي، جميل وذوق منها، ويا رب تعجبها فيديوهاتي كلها. وكل اللي بيبعت لي على الكومنتات اشكره جدا جدا. بس يا ريت تعملوا اشتراك بس للقناه عشان لسه بس مفتوحه، عشان يوصل لكم كل جديد مني وتعجبكم حاجات. هنعمل كل حاجه جديده هنعملها مع بعضينا، بس محدش بس يعيب عليا. دلوقتي معانا كمون، معانا ملح، هنحطهم مع بعض ونشوف هنعمل ايه تاني. هنسيبها نغلي وتيجي نعمل بقى الحاجه الحلوه وهنوريها لكم، ويا رب بس ايه تعجبكم يا رب وما تعيبوش معايا. تعالوا نشوف مع بعضنا هنعمل الحاجه الحلوه. دلوقتي يا حبايبي اهو رجعنا لكم. هنعمل ايه؟ هنعمل بسيسه على الطلب اللي جالي في الكومنت، عايزين بصاره وعايزين بسيسه. هنعمل البسيسه، احنا حطينا 3 كوبايات دقيق من ديت، حطينا مع كوبايه دقيق ذره على كوبايه دقيق من التانية، كوبايه ونص وكوبايه ونص. ودلوقتي معانا اهوت كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه عصير برتقال، ومعانا اهوت بودر، ومعانا 2 فانيليا. هنحط ده هنا اهوت كده اهوت، نحطهم مع بعض. معانا 5 بيضات، 4 بيضات عفوا، معانا 4 بيضات اهو. معانا كوبايه برتقال، معانا كوبايه زيت، معانا كوبايه سكر. السكر بقى حسب الرغبه، عايزه كوبايه عايزه كوبايه ونص حسب رغبتك اللي انتي تطلبيها. معانا كيسين فانيليا مع بعضنا اهو، وهنحط معلقه خل. هنضرب بقى دول وهنرجع لكم تاني عشان صوت الخلاط. هنطلق حبه حبه ونعمل. انا حطيت معلقه خل، جربوا على فكره البسيسه بالطريقه دي هتعجبكم قوي. واللي كانت طالباها مني اعمليها بالطريقه واعملي الخطوه خطوه اللي احنا مشينا عليها، وهتطلع معاكي جميله ان شاء الله. وما تنسيش لو طلعت معاكي حلوه تبعتيني في الكومنت وتقولي لي البسيسه طلعت جميله اهي. نقلبها كده مع بعض. معلش بقى ما عنديش مضرب. طريقه سهله وجميله جميله يعني اهي. البسيسه كمان بتبقى جميله قوي جنب شاي، جنب لبن، جنب اي حاجه الصبح كده والساعه اللي احنا فيها دي اهي. بص قوامها صفرا ازاي وجميله. كوبايه البرتقال على فكره بتصفرها وبتخليها هشه وجميله اهي. بصي كريم ازاي، ايدك تبقى فيها كأنك زي المضرب بالظبط اهي. بصوا طريقتها، بصوا الطريقه بتاعتها.
بص الطريقه بتاعتها يا جماعه. اشكر كل واحد بعت لي كومنت جميل زيه، اشكره اشكره. ما تنسوش بقى في الاشتراك واللايك عشان اكبر بقى بيكم يا احلى ناس، بحبكم. بص بقى الكريم ازاي نخليها بالقوام ده. نحطها في الصينيه. صينيه مقاس كام؟ 30 مقاس 28 برضو ماشي حلو، هتبقى جميله وحلوه اهي. ادهني الصينيه برضو، حط لها برضو شويه ايه، معلقه سمنه، معلقه زيت برضو ماشي. انا اهي دهنت الصينيه اهي من الجنبين وفي الحروف اهي. بصوا عامله ازاي اهو يا جماعه. بص القوام بتاعها، بص القوام والحلاوه اهي. اهي هندبها كده مع بعضينا. بصوا بصوا بقت ازاي. اول ما تطلع هوريها لكم، وتعالوا نشوف هنعمل مع بعضينا ايه تاني ونكمل الوصفه يا حبايبي. دلوقتي قاعدين على غفله، ولقيت اختي جايالي ام انس، تشربي شاي؟ لا. تشربي نسكافيه؟ لا. قلت لها خلاص انا عندي جوافه وعندي تفاح وبتاع احطهم لك. قالت لي لا قومي اعملهم لي عصير. ما حبيتش اعمل لوحدي، حبيت اوريهم لكم. قلت ما نعملهم عصير مع بعضينا. معايا جوافه اهيت، شوف هنعملها ازاي وهوريها لكم العصير. معايا تفاح، معايا موز اهو، قلنا نعمله مع بعضينا برضو. يلا ام انس بقى وحمزه هتاكل معانا بصاره بقى وبتنجان وهنهيصها النهارده. نشوف مع بعضينا الطريقه بقى هتعجبكم ولا لا. يا ام انس كلي بقى دوت ووفري علينا. لا ام انس عايزه بقى فاكهه وعصير اهو. هنضربهم مع بعض بس عشان صوت الخلاط، وهوريهم لكم لما نصبهم في الكوبايات. يلا هنصب العصير مع بعضينا. احنا عملنا واحد اهوت، كان ابنها مستعجل، قلت له استنى طب لما نصوره، لازم نعمل حاجه بقى تليق بام حمزه اهو. نصب كده بعد كده هنصب اهي الجوافه. نعمل بقى حاجه تليق بام حمزه، بقالها شهرين ما دخلتش عندي. يرجيكوا كده يا جماعه، واول ما تيجي ما تقوليش يا اختي جايه، كنت عملت لها اكل حلو مش عاملين الا البصاره النهارده، تقول لي يا اختي اي حاجه. والله يا جماعه بقالها شهرين ما دخلت عندي. حمزه قال لي يا خالته بقى اعملي لي يا خالته اللي انت بتعمليه لنا ده على طول. قلنا بقى نقوم نشجع يا بنتي، طب نجيب حاجه من بره يا بنتي مش عارفه ايه. ما رضيتش ابدا. لا يا اختي انا هاكل الاكل دوت معاكي اهوت. عملنا لها بقى العصير نروح نقدمه لها عشان نيجي ايه نكمل برضو ايه معانا البصاره. ماشي يا حبايبي ماشي اهو يا حبايبي. البصاره اهي اهي، معلش اسفه على الازعاج. بصوا اهي هتبرد بقى وهنضربها في الخلاط. اللي عنده هاند بريندر عادي بيضرب عادي، بس عشان الخلاط اهي. والبصله اهي بحمرها معاكم اهي، عملتها جوانح. عايزه تعمليها طرنشات ماشي، عايزه تخرطيها ماشي، حسب الرغبه بتاعتك يعني. احنا البصله دي بنعملها عشان خاطر التزويق اللي فوق. والبتنجان اهو بحمره معاكم اهو. بس هنحط ايه بقى، هنضيف عليها معلقه نشا عشان تنشف وتبقى حلوه اهي من جوه كده. متخافوش، خليها لغايه اخر النهايه كده، متخافوش منها ولا اي حاجه اهي بتنشف. على فكره انا محدش بيحب البصل عليها الا انا بس، يعني عندي العيال والكلام ده ما بيحبوش البصل. ولسه برضو هنعمل تومه نتشي بيها البصاره، هوريكم البصاره وحركاتها الجديده. شوف بقى حد بيعملها بالطريقه ديت ولا لا. البتاع ساحت البتاع ساحت. يلا هنكمل يا حبايبي ونرجع لكم تاني اهو يا جماعه. ضربنا البصاره
نعمل التومه اهو. هي دي التكه اللي كنت بقول لكم عليها. هنضرب التومه نحمرها وهننزل عليها بالايه، بالبصاره. على فكره انا بعمل البصاره مش بزيت، انا بعملها بسمنه. كل واحد وليه طريقه ايه اكله. اهي اول ما تحمر هننزل عليها بالبصاره وهوريها لكم عشان تشوفوا ايه ما يطولش عليكم. هي حمرت اهي. بعد ما حمرت هننزل عليها بالكفه كده اهي. بص القوام بتاعها بقى، بص اهيت. بص القوام اهي. هننزل عليها بشويه كمون ننزل بمعلقه ملح معلقه شطه اهي وهنقلبها مع بعض. والتكه اللي كنت بقول لكم عليها معلقه الملوخيه الناشفه. محدش يستغرب اللي احنا بنحط ملوخيه ناشفه دي، اللي من الصعيد ومن البحيره وكله هيعرف التكه ديت. معلقه الملوخيه الناشفه دي بتديها طعم وقوام ما اقدرش اوصف لك. جربيها بالملوخيه الناشفه ديت وهتدعي لي. اهي هتاخد غلوتين 3 وايه وهنطفي عليها. بصوا بصوا تخينه ازاي وجميله. بصوا القوام بتاعها اهي. باينه اللي احنا حاطين بقى حاجه فيها ولا باينه الملوخيه ولا باينه اي حاجه. بصوا اهو. بس لازم تغلي، لازم تغليها كده زي ما انت بتعملي البتايه. تغلي غلوتين وتطفي برضو ايه عليها اهو. وهنصبها في الاطباق ونوريها اهي. اشكر كل واحد بعتلي كومنت حلو، اشكره. بس ما تنسونوش بقى في اللايكات بقى والاشتراك، بالله عليكم بقى الاشتراك اهو يا جماعه. قلت لكم اهي على تكات البصاره اهي اللي بيقولك بالملوخيه ناشفه. وعملنا البتنجان اهو مع بعض. وادي البسيسه اهي. بصي القوام، بصي البسيسه عامله ازاي. هفتح لكم واحده مع حته مع بعضينا اهي. بصوا هشه ازاي وجميله، بس هي سخنه. بصوا هشه ازاي وجميله مع بعضينا. اعملوها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها وهتبقى جميله وتعجبكم والله العظيم بجد. بصوا عامله ازاي. بصوا طريقتها. بصوا. ومعانا وادي البتنجان اهو. حطينا له توم، حطينا له فلفل احمر، ملح، كمون. وهنزوق اهي البصاره بقى، بس محدش بقى يعمل علينا. هنحط لها شويه خضره كده. حبه بصل. محدش بيحب البصل الا انا بس. والخضره دي انا بحبها كده اهو بالبصل والخضره بتاعتها. محدش بس ايه يعيب عليا اهو. بس يا رب ايه تعجبكم. انا برضو اوريكم كده واوريكم كده، وحطيت هنا في النص برضو ووريكم. بس قولوا لي رايكم بقى في الاكله دي واكتبوا لي في الكومنتات لو هي عجبتكم. اكتبوا لي برضو، ولو عايزين اي حاجه اكتبوا لي فيها. وانا برضو ايه اللي انتوا عايزينها هعمل لكم يا احلى ناس بحبكم. واي حاجه عاوزينها اعملها لكم. يلا سلام.